يا صباح الورد يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فلوج جديد. هو فلوج بسيط كده وخفيف، بس ان شاء الله تستفادوا منه يعني. قلت انا واختي بقى ايه ننزل نتمشى. كان الجو جميل كده الصبح، احنا لما بنصدق ان الجو يبقى حلو عشان ننزل فيه. الجو في مصر صعب قوي الايام دي. القطة دي يا جماعة عندنا من وهي عندها 6 شهور. ابنها كنت مصوراه في فيديو قبل كده. ابنها مات وهي لسه ميتة برضو من قريب. فزعلت عليها قوي بصراحة، انا كنت متعلقة بيها جدا. جات لنا وهي حد تقريبا خبطها في وشها او عربية خبطتها. فجات لنا بقى لقيناها قدام البيت ووشها كله دم. فعقبال بقى ما روحنا بيها عند الدكتور كانت ماتت. زعلت عليها قوي. يعني انا ملحقتش ازعل على ابنها وهي ماتت بعديه على طول. يعني زعلت جدا بصراحة عليها، وانا اصلا كنت بفكر ان انا ادخلها جوه البيت يعني، بس ملحقتش. بس رجعت البيت بقى وكنت اشتريت خيار لقيته حلو كده، فقلت اعمل مخلل خيار. انا هعمله اللي هو السريع. بعمل مية سخنة وبقطع الخيار والفلفل الحامي والتومة. وبحط بقى المية السخنة مع الخل والملح والسكر. بس يعني باكله في نفس اليوم. او لو عايزين تستنوا تاني يوم براحتكم، بس هو في نفس اليوم بيبقى حلو جدا ومقرمش كمان. بس قلت بقى كفاية كده اما اروح افطر. انا من الناس اللي هي ما بتحبش تفطر اول ما بتصحى الصبح، يعني ممكن اخلص اصلا كل حاجة ورايا وبعد كده افطر. انا مش عارفة في ناس زيي ولا لا، بس انا بحب اي جبنة كريمي احط عليها مربى او عسل. مش عارفة انا بس اللي كده ولا في ناس زيي. بحب دي جدا. دي تقريبا المرة المليون اللي اتفرج فيها على البيت بيتي. ما بزهقش منه. بجد تحفة. بس فطرت وقلت اعمل النسكافيه بتاعي. انا بحب الفناجين دي جدا. الفناجين دي عزيزة على قلبي قوي. انا مش عارفة لو اتكسرت هعمل ايه، هزعل جدا. بعد كده بقى عملت الغدا. هناكل غدا كده سريع. فراخ ومكرونة.
انا المكرونه بحب احط لها كده طشه خل، مش عارفه في ناس بتعملها ازاي ولا لأ، بس انا بحب الطريقه دي جدا. بس اتغديت وكان في قرعة كنا جايبينها من بدري، فقلت ايه خلاص كفاية عليها كده اما اقوم اعملها بقى. هشيل منها المكة وهنعمل لنا احنا بقى قرع حلو، هعمله منها يعني وجبات كده اقسمها له. بس انا هنا بقى قشرتها، اخدت مني وقت كبير جدا، صعبة بجد قوي في تقطيعها وفي تقشيرها. بس وهقطعها بقى قطع صغيرة عشان خاطر تستوي بسرعة وما تاخدش وقت. انا بعمل بقى اكل ايه المكة، بعمله زبادي مثلا بالبيض، بس طبعا مش كل يوم عشان غلط. دي بقى الفراخ بتاعت مكة. انا لما باجي اجيب لنا مثلا فراخ بشيل مكة منها نايب، بجيب مثلا سمك بروح شايلاله مثلا سمكية، بنجيب مثلا كبدة فبروح شايلاله كبدة، بنجيب لحمة بروح شايلاله لحمة منها، كده يعني. وبقسمها له بقى وجبات، يعني الفراخ مثلا احطها له مرة مع قرع لوحدها، مرة مثلا حتة فراخ مع كوسة وبطاطس، مرة تانية مثلا مع بطاطس وجزر، مرة تانية مع بطاطس وقرع كده، لان هو الشرازي بيزهق من الاكل بسرعة. يعني انا لو حطيت له من نفس الاكل دوت على مدار اليوم مش هيرضى ياكل منه. يعني لازم مثلا الصبح احط له فراخ لوحدها، على الظهر كده مثلا اعملها له بكوسة، في العشاء مثلا اعملها له بقرع كده عشان يرضى ان هو ياكل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلله الويت فود والدراي وكده، لان انا الفتره اللي فاتت عشان كنت مشغوله عنه فكنت بديله دراي كتير، فلما جيت قطعته بقى بدأ ان هو يبقى شقي جدا، بدأ يعض ايدينا، يعمل كده حركات عنيفة اللي هو انا عايز الدراي حالا، فعشان كده قللتله منه خالص. وجربت الدراي في البيت، يعني الفترة الأخيرة جربته في البيت ونجح معايا، فإن شاء الله هبقى أصور لكم فيديو وأنا بعمل الدراي في البيت، أصح وأفيد من بتاع بره. بتاع بره بيبقوا حاطين ملح وحاجات تانية فمش حلوة خالص، ده غير المواد الحافظة اللي فيه. والويت فود برضو نفس الكلام، يعني الويت فود دوت أصلا أخطر، ده غير ان هما مش بيشربوا مياه كتير. فانا بعمل ايه بقى، بحطله من الشوربة اللي انا بعمل فيها الاكل، يعني شوربة الفراخ اديله منها فبالتالي بيشرب، بديله مثلا من شوربة اللحمة وهكذا عشان يرضى ان هو يشرب مياه كتير او سوائل. بس ده بقى القرع بتاعنا، سويته مع سكر، وبعد ما استوى كده وبقى زي المربى عملته بالهاند بلندر وحطيت عليه الحليب بس، وهسيبه بقى ايه يتقل كده مع بعضه على النار. بس دهنت الفخار بالزبدة والبايركس برضو وصبيت القرع، وبعد كده هحط بقى البشاميل فوقيه. البشاميل دي بتبقى عبارة عن حليب ولبن زي البشاميل اللي هي الحادقة، بس دي بتبقى بالسكر، وما تكتروش السكر عليها يا اما تعملوها من غير سكر خالص، لان كده ولا كده القرع اصلا هيبقى مسكر. بس دي بقى بعد ما طلعت والوش اتحمر خالص طعمها كان تحفة. بس وبعد كده بقى عملت صودا بليمون وعنب ونعناع طعمها تحفة. هنا بقى ممكن بعد ما كل
شغلت له توم جيري وقعد يتفرج عليه بيحبه جدا بيندمج فيه. بس وده كان فلوج النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه واستفدتوا منه، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.